السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا ابطال ثالثه ثانوي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو بتاعنا مختلف تماما عن كل مره. احنا النهارده هنكمل سلسله المواد اللي احنا بدأناها، فصلناها امبارح شويه واشتغلنا على فيديو مهم بتاع ثالثه ثانوي والتشتت والنوم وكل ده. هنتكلم النهارده عن الانجليزي. نبدأ نتكلم بقى عن الانجليزي وهو فيه قد ايه وكام يونت وايه الجدول اللي انا هقول عليه وايه الجدول اللي احنا هنمشي بيه لو انت مقفل كل المواد والانجليزي هو اللي واقف معاك بس. مبدئيا احنا عندنا كل يونت بيبقى فيه vocabulary، عندك grammar، عندك skills. لازم الثلاث حاجات دول اهم حاجه موجودين معاك في كل يونت. عندك الانجليزي عامه 12 يونتس، عندك 12 يونت. اول 3 يونت شغالين على ازمنه، 3 يونتس التانيين شغالين على grammar بس مش نفس الازمنه، يعني حاجات مختلفه. يعني انت معاك الازمنه اللي موجوده في الترم الاول، معاك مضارع تام بسيط، مضارع تام مستمر، ماضي تام بسيط، ماضي تام مستمر، ماضي بسيط، ماضي مستمر، المستقبل. خلاف كده بقى كل الجرامر اللي شغال عادي جدا. يعني كل الباقي في حاجات صعبة وفي حاجات سهلة، بس الدنيا معاكم مظبطة. معاكم يونت 1 اللي هيظبط يونت 1 هيظبط يونت 7، لان ده تكملة ده. فتعالوا كده معانا من اول يونت هنمشي ازاي والمفروض اعمل ايه علشان اقدر الم المواد او اظبط الدنيا ازاي. معاك اول يونت موجود فيه بارت 1 وبارت 2، في بارت 3 بس ده مش مهم، مفهوش اي حاجه. بارت 1 اللي انا بتكلم عنه اللي هو lesson 1 و 2 بيبقى فيه vocabulary، فيه skills، فيه في كمان grammar. في كل بارت ليه زمن معين. يبقى اول حاجه علشان ابدا اول بارت وان انا اظبطه وان انا اشغل الدنيا هعمل ايه؟ هتحفظ الكلمات. طب انا عندي عقده من الكلمات، انا ما بعرفش احفظ اي كلمه، بحفظها بنساها. حتى لو حفظت صفحتين 3 4 برجع كمان شويه انساهم. انا ما فيش حاجه بتركز معايا لحد دلوقتي. هقولك على حل حلو، هو متعب شويه وهيبقى نمسك مثلا بارت 1. اول بارت فيه كلمات وفيه جرامر وفيه حاجات كتيره جدا. هتاخد اول كلمات. طب انا مش بعرف احفظ الكلمات، هحفظها ازاي؟ هقولك على طريقه حلوه. هتجيب مثلا نوت وتفضل تكتب كل كلمه اكتر من مره. طب انا ايدي هتوجعني، مش مشكله، يعني حاول بقى علشان تقدر تثبت معاك الكلمات. طب انا حفظت كل الكلمات بتوع 150 كلمه وفاضل معايا 30 كلمه واقفين معايا خالص. هتجيبهم وتعمل ستيكي نوت الوان وتحطهم جنبك في كل مكان. الالوان دي هتساعدك كتير جدا على ان انت تفتكرهم. طب الطريقه دي في ناس عملتها وما نفعتش معاها ولا ان هم يكتبوا ولا يحفظوا. طريقه تانية، هتحفظ بالوان، هتحفظ باشكال هندسيه. هتعمل شكل هندسي وتكتب فيه الكلمه وتكتب معناها، بحيث ان انت الاشكال الهندسيه هتركز معاك المعلومات اكتر. طب انا برضو عملت دي وموقفتش معايا. هتكتب باقلام الوان الكلمات، كل كلمه هتعلمها بلون، كل كذا كلمه مع بعض هتعلمهم بلون. لازم تكون عارف ان هي مش تظبط معاك من اول مره. يعني انت واحد ما بتحفظش كلمات خالص، فمش تيجي من اول مره والكلمات دي هتظبط معاك وهتبدا ان انت تحفظهم. لا، كل يونت هتتحسن مره عن مره عن مره. خلاص كده عرفنا طريقه الفوكاب هتتحفظ ازاي، وعرفنا ان انت هتقدر تشتغل عليها ازاي. هنيجي دلوقتي بقى للسكيلز الموجوده في كل يونت. السكيلز الموجوده في كل يونت دي مهمه جدا. طب انا بقراها وما بعرفش احفظها ولا بعرف اجيبها ازاي؟ انت لو قرات الريدنج باختصار بتاع اليونت هتقدر ان انت تشتغل عليه. الريدنج اهم حاجه موجوده معاك في اليونت. طب كل الناس بتقول مش مهمه ومفيش حد بيديها لنا. هو انت لما بتيجي تحل اي سؤال ما بتلاقيهاش موجوده؟ اكيد بتلاقيها موجوده وبتلاقي منها نقط. ابسط حاجه خالص هقولها لكم، موجود كلمه اسمها finally، دي موجوده في جرامر بارت 1 بتبقى زي already وجاست، مش موجوده في الجرامر كله. موجوده في reading بتاعت liver given اللي هي السفينة في أول سطر. شوف كده مكانها موجودة ما بين هاف وهاز والتصريف التالت للفعل. طب انت كطالب ثانوية عامة ما بيقرأش الريدنج وعدتها ومعرفتش جت في الامتحان، انت مطالب بيها لان هي موجودة معاك في البارت. محدش هيقولك لا مش موجودة، ومش تقدر تنكر ده لانها موجودة معاك في منهجك، حتى مش حاجة تراكمية. فالمفروض تكون عارف. ارجع اقرا الريدنج، ارجع اظبط دنيتك تاني من الاول خالص. السكيلز طالعه من الريدنج، بس الريدنج فيها حاجات مهمه، سواء جرامر سواء كلمات جديده ما انتش عارف معناها، اي حاجه جديده. طب انا كده خلصت السكيلز وعرفت امشي عليها ازاي. نيجي بقى للجرامر. الجرامر ده اهم حاجه موجوده معانا في اليونت. في العام عليها يبقى نص الدرجات حرفيا يعني. والجرامر مش حفظ، الجرامر فهمت الجرامر، بعد كده ابدأ احفظ الاستخدامات. ما تحفظهاش اللي هو حفظ. انت لو فاهم المعلومة هتقدر ان انت تطبق عليها اي حاجة.
طب انا واحد بقى الجرامر ده مهما اعرفه باجي بعد كده مبقاش عارف احل. يعني انا ببقى عارف نص القاعدة تماما ونص الجرامر تماما، بس انا مش عارف احل، مش عارف اوظف ده فين، مش عارف اجمع ما بين زمنين، الزمن الواحد بس يحل عليه بالعافية. لازم تظبط الاول اول زمن حل عليه كويس جدا، بعد كده هات زمنين سوا وابدا حل عليهم. محدش بيتعلم بسرعه، محدش ما بيغلطش، كلنا بنغلط، هتغلط مره واتنين وتلاته واربعه، بس بعد كده الدنيا هتظبط معاك. خلاص خلصت اول بارت قفلته تماما، الدنيا ظبطت معاك، هتكمل البارت التاني على هكذا. بعد ما تخلص البارتين هيبقى معاك ليسون 5 و 6 ده مفهوش اي حاجه، هتبدا تحل على اليونت كله. خلاص خلصت على اليونت، دور على امتحان اي حد عامله على يونت 1. ما لقيتش امتحان على يونت 1 ابعتلي وانا هديك الامتحان اللي انا كنت عاملاه على يونت 1. خده حله وشوف الاجابات بتاعته وابدا طبق عليه، شوف انت ايه اللي واقع منك، ايه اللي مش واقع منك، في ازمنه مش شغاله معاك، شوف ايه النقط اللي وقعت معاك، ايه الحاجات اللي محتاج تظبطها، ايه الكلمات اللي انت مش فاكرها. خلاص خلصت ده كله، دلوقتي انت معاك نوت فيه كلمات اللي انت مكنتش حافظها، او الستيك نوت اللي انت حاططها في كل مكان في اوضتك علشان تفتكرها لو انت ما بتقدرش ان انت تفتكر، او الاشكال الهندسيه اللي انت عملتها، او المخططات اللي انت عملتها. كل ده خلصته في يونت 1. هتبدا تعمل كده في يونت 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 11 12. تعمل في ال 12 يونت كده. خلاص خلصت ال 12 يونت بنفس النظام. وانت بتذاكر بقى كل يونت هتاخد بعده 1 شابتر. طب الشابتر انا هعمل ازاي؟ الشابتر بعد الامتحان التجريبي اللي نزل ليكم، الشابتر مهم جدا تعرف الاحداث. دلوقتي ما عادش شغال على الكريتيكال سنس، لا ده شغال على الاحداث، لازم تكون عارف الاحداث كامله علشان تقدر تحل في الامتحان. طب انت ما كنتش اخدتها، ما كنتش مركز فيها، لا ترجع من الاول تاني تقرا بالراحه، تشوف الاحداث عايزه منك ايه، تبدا تشتغل عليها علشان تظبط معاك. خلاص ظبطت اول شابتر، ظبطت التاني، ظبطت التالت، وهكذا ظبطت اليونتس كلها. خلاص يبقى كده لسه معانا حاجتين. معانا بقى الاساي بيتكتب ازاي، معاك اي حاجه ليها علاقه بالرايتنج، معاك اللي هي القطعة، كل الحاجات دي واقفة معاك. لازم يكون عندك حصيلة لغوية، لازم يكون في حصيلة لغوية كويسة جدا عشان تقدر تحل الحاجات دي كلها. طب انا ما عنديش حصيلة لغوية، ما عنديش اي حاجة من اللي بتقولي عليه ده، لا بعد كده بقى تروح جاي شايف على طول اي قاموس فيه كلمات، اعمل القاموس انت لنفسك. اي كلمة جديدة هات نوت واكتب فيها الكلمات الجديدة، عارف ان ده القاموس بتاع الكلمات بتاعك خلال الشهر ونص ده اللي هتقرأه ليلة الامتحان علشان تقفل بيه الدنيا، وتكون لميت كل الكلمات الجديدة اللي انت اتعودتها وقدرت ان انت تشتغل عليها. طب نيجي بقى للازهر سريعا، عندهم كمان الكونفرزيشن، عندهم حاجات زيادة، الدرجات متوزعة بصورة اقل شوية. الكونفرزيشن هنزل لكم فيديو كامل عنه، بس لو عايزينه عرفوني في الكومنتات برضو، انا هعمله لكم باذن الله ازاي تحلوا المحادثة وازاي تشتغلوا عليها وازاي تقدروا تلموا الدنيا. لو نيجي بقى للجدول اللي انا عامله عنوان الفيديو عنه اللي انت المفروض تشتغل عليه علشان تقدر تلم الدنيا دي كلها الفتره دي، لو انت ما بداتش انجليزي لحد دلوقتي، هتبدا من اول ما تشوف الفيديو ده تقوم تشوف يونت 1. هتاخد يونت 1 على يومين، او لو انت الدنيا معاك بتقف شويه خده على 3. خد بارت ويعني الا شويه بارت كمان وحبه صغيرين، بعد كده يونت. يبقى احنا معانا الاسبوع في 7 ايام. ال7 ايام دول هتاخد مثلا 3 في يونت، 3 في يونت، وفي واحد في النص هتاخد فيهم شابتر. يبقى انت كده يونتين وشابتر خلصتهم، يونتين وشابتر خلصتهم، تخلص كده ال 12 يونتس على 6 اسابيع. طب انا بقى معيش الوقت ده كله ومش عايز الوقت ده، انت لو خلصتهم على 6 اسابيع فانت مخلصهم مرتاح وظابط الدنيا. خد البارت على يومين، يبقى انت كده هتخلص 3 يونتس في الاسبوع، او مش هتخلص 3 يونتس في الاسبوع، هنقول هناخد يونت في يومين وشابتر، يونت في يومين وشابتر، وهيبقى معاك كده يوم في الاسبوع هتبدأ بيه الاسبوع اللي بعده. يبقى انت كده خلصت يونتين وخلصت شابترين في الاسبوع. الدنيا قلت معاك في كل فترة، يعني هيبقى معاك يوم من الاسبوع الاول هتخلص على كده في الاسبوع التاني مثلا 3 يونتس، تقدر تظبط الدنيا. اليونت اللي مفهوش جرامر كتير وانت تقدر تلمه كله على بعضه لمه، مفيش اي مشكلة. حاول تلم الانجليزي، الانجليزي مهم جدا وماده زي اي ماده تانية، واي درجه فيها هتفرق. بالعكس في مواد زي التربيه الوطنيه اللي اتكلمنا عليها امبارح او الاقتصاد او كل ده مواد ما بتضافش للمجموع. يعني متضيعش وقتك في حاجه زي كده تقول اصل الانجليزي انا مش عارف فيه حاجه. الانجليزي سهل جدا، لو في اي حاجه واقفه معاكم انا قلت لكم انا موجوده وفي اي وقت، وابعتولي وانا هرد عليكم باذن الله. مفيش اي حاجه تقف معاكم. حد عايز الجدول
بالتواريخ وعايز الجدول بالايام يكتب لي برده في الكومنتات او يعرفني على التليجرام او في اي حته وانا هبعته لكم. حتى لو كلكم احتاجتوه وكله اجمع ان هو محتاج الجدول ده، يعني على حسب الايام اللي انا حطاها مش على حسب النظام معاك، وانت ممكن توزع ايامك براحتك. لو عايز الايام اللي انا حطاها بالمواعيد بكل حاجه عرفني برضو وانا هحطه لك في الكومنتات باذن الله. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله اشوفكم على خير وانتم محققين احلامكم كلكم يا رب ومتوفقين باذن الله. ربنا معاكم ويوفقكم ويصلح حالكم بحق المطر الفترة دي، بحق المطر من امبارح للنهاردة. واشوفكم على خير في فيديو جديدة ان شاء الله.